هلا محمد، تفضل. محمد بيشتغل بالديكور وبالفرش والبيوت، مهنة حلوة يا يعني إذا بتشتغل بالديكور لازم تكون فنان ومزوق. أهلا وسهلا فيك محمد. محمد متزوج، عندك ولدين، شو اسمهم ما شاء الله؟ عمر ورياض. عمر ورياض، شو أعمارهم؟ 4 سنين و6 سنين. جديد. محمد عنده قصة مع والده، محمد عمره 40 سنة، والده عمره 60 57 57 60. عنده قصة هيك، والده شاب بعده، عنده قصة مع والده. راح محمد يشتغل في منطقة اسمها الغردقة بمصر، اشتغل، تعب، شقي، عمل فلوس، أرسل الفلوس لوالده إلى القاهرة حتى والده يأسس له الشقة لأنه كان ناوي يتزوج. بقى الوالد استلم الفلوس، أسس الشقة، أخذت وقت. ذات يوم رجع محمد إلى القاهرة بنية الزواج، راجع بده يتزوج باعتبار صار في عنده شقة مؤسسة مفروشة ومتفق مع خطيبته بده يتزوج، وإذ وجد إنه والده تزوج وسكن في هذه الشقة. طبعا زعل، اختلف مع والده، تخانق معه، صار في مشادة، يمكن ضرب أبوه، مش عارف. هلا مش ضربت أبوه. المهم انه صار في زعل، فراق، رجع على الغردقة ونسي ابوه 3 سنوات ما عاد حكي مع والده. اليوم اجى محمد على برنامج المسامح كريم، طبعا بنية طلب السماح من الوالد، واشتاق للوالد، ولقى انه كل هالوقت اللي راح 3 سنوات من الفراق ما إلها لزوم، ما إلها طعمه، بدي اتشكره، انا بدي اتشكره على ثقته فينا. بتصور المشكله مش عويصه كثير. كيف اطبعه الوالد؟ يعني هو من نوع هو ودود شكله عييش يعني، عشان يفرش لك يعني يفرش لك الشقه ويروح يتزوج فيها، معناتها رجل بيحب الحياه ولا لا؟ طبعا هو طبعا كراجل كبير من حقه ان هو يعني بعد وفاه والدتي طبعا هو قعد فتره كبيره ما يعني حاولت اتكلمت معاه قبل كده ان انت تتجوز وكده، فقال لي لا. قلت له طب يعني بس الفتره الجايه ديت انا هبقى بره وكده، انت معاك اخواتي البنات لغايه ما ربنا يسهل وارجع ونشوف قصه الجواز ديت، لو انت ليك نيه للجواز تتجوز ومفيش مشكله. فهو قال لي لا، كان دايما كان في بينا مراسلات بعدم ان هو يتجوز والكلام ده كله. فطبعا انا قاعد الفتره دي كلها وفوجئت، بصيت لقيته ان هو يعني ما حدش قال لي ان هو اتجوز. فانا رجعت خلاص، كنت يعني مش بصفي، انا خلاص انا قلت هبقى اتجوز واقعد مثلا اخد اجازه وبعدين ارجع تاني. فطبعا رجعت، رحت على شقتي. هي الشقه باسمك؟ باسمك. هو ساكن فيها؟ وبيدفع ايجار؟ لا انا اللي بدفع. اخواتك البنات ساكنين مع الوالد بهذه الشقه؟ بهذه الشقه. طيب. فطبعا خلاص انا حضرتك خدت يعني اعتق على نفسي ان انا خلاص بقى ما ينفعش ان انا يعني انت ومالك لابيك زي ما يعني القران بيقول. فدي كانت بالنسبه لي صدمه ان انا لما خلفت وكده واتجوزت والحمد لله يعني قدرت. وانت ساكن وين؟ خارج القاهره؟ ساكن بالغردقه؟ انا قاعد حاليا في الغردقه. في الغردقه ومع اسرتك واولادك مستقر هناك يعني. انا نازل اجازه كده، كنت بعمل شويه اوراق وحاجات، بخلص حاجات اجراءات معينه نعم. طيب فاذا هلا شو جاي تقول له للوالد؟ انا بقول له سامحني وعايزه طبعا يعني. تتوقع انه يسامحك؟ مش عارف. نحن على كل حال ارسلنا له الكتاب. خلينا نشوف اذا كان استلم الكتاب ووافق. اهلا جورج، مشوارنا النهارده هيكون في صفة اللبن. صفة اللبن دي احدى ضواحي الجيزه اللي قريبه من جامعه القاهره، عشان نسلم دعوه حضور للاستاذ عبد المطلب عزت.
صباح الخير. خير. حضرتك استاذ عبد المطلب؟ ايوه. حضرتك عندك 48 سنه؟ ايوه. حضرتك بتشتغل سواق صح؟ ايوه. عند حضرتك اولاد؟ ايوه. بنتين ولد؟ 200 ولد. طيب استاذ عبد المطلب، دي دعوه حضور لحضور برنامج جورج القداحي. يعني بنسبه ايه حضرتك؟ دي دعوه بنقدمها لك جورج القداحي لانك تحضر معانا البرنامج، والاعداد فريق الاعداد هيكلم حضرتك لك كل التفاصيل اللي حضرتك محتاجها او محتاج تعرفها عشان تكون موجود عندنا. بس اهم حاجه حضرتك هتشرفنا وتوصل ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا في انتظارك. ان شاء الله. جورج، استاذ عبد المطلب قبل دعوتك واحنا في انتظاره ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. شكرا. عبد المطلب يعني والده لمحمد قبل الدعوة وراح بيشرفنا، هو موجود خارج الاستوديو هلا. بس بحب ذكركم شوي بالقصة من بدايتها، انه محمد كان عم يشتغل بالغردقة، محمد عم بيبني مستقبله، في عنده شقة بالقاهرة، بقى أسس هالشقة، اشتغل عليها، تكلف، بعت فلوس لأبوه حتى ينظم هذه الشقة، بده يتجوز. وإذ لما رجع على القاهرة بعد فترة تفاجأ انه أبوه سكن بالشقة وتزوج هو. بقى صار في زعل، يمكن صار في خناقه بين الاثنين، انفصلوا، رجع على الغردقه محمد. هلا بعد 3 سنوات من القطيعه جاي يعتذر من ابوه، لانه الوالد اعتذر، الوالد زعل، والوالد اخذ على خاطره، ممكن اساء له بالكلام او حتى يمكن دافش هويه. على كل حال هلا بنشوف روايه الوالد عبد المطلب. بنستقبل السيد عبد المطلب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك سيد عبد المطلب؟ اهلا. اهلا وسهلا. كيف الاحوال ابو محمد؟ الحمد لله. حضرتك اخبارك؟ الحمد لله. كيف امورك؟ طمني. الحمد لله بخير. ما شاء الله عليك شيخ الشباب. الحمد لله. الله يخليك. انت كيف الشغل معك؟ الحمد بعدك لله. لسه بتشتغل تاكسي؟ ومبسوط بهالشغله؟ الحمد لله يا ماشي. وفيها فايده؟ فيها يعني نتيجه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. المهم الصحه منيحه. الحمد لله، نحمد ربنا. شو عندك اولاد ما شاء الله؟ عندي 3 اولاد. 3 اولاد كلهم صبيان بنات؟ 2 وولد. 2 وولد. اخبار البنات ايه؟ الحمد لله بخير. زوجتهم؟ جوزت واحده ولسه الثانيه. شو عندها اولاد؟ صار عندك احفاد؟ عندي. والولد؟ محمد. ايه متزوج؟ متزوج. وعنده اولاد؟ عنده اولاد. عنده ولدين. وانت شو وضعك؟ الحمد لله. الحمد لله. انت متزوج اعزب، شو عامل بحالك؟ الحمد لله متجوز يعني، بس من فتره قريبه يعني. قديش لك وقت؟ والدة محمد توفت يعني اتجوزت. كنت ارمل يعني؟ وتزوجت الست الثانيه؟ الحمد لله. بقالك كم متزوج؟ بقالي 2 حضرتك. 2. يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك. خي عبد المطلب، انا الحقيقه مش انا صاحب الدعوه مباشره، يعني اول شيء بشكرك انك جيت ولبيت دعوتي من دون ما تعرف شو السبب. لا ما اعرفش. بس بحب اقول لك انه مش انا صاحب الدعوه الاساسي، هنالك شخص بيعزك وبيحبك، هو حب يدعيك الى هذا البرنامج، يعمل لك مفاجاه. الله يخليك يا استاذ. وان شاء الله تكون مفاجاه ساره. ان شاء الله. ان شاء الله. بابا بتحب تعرف مين؟ اتمنى والله. يا ريت تطلع بهالشاشه. يا محمد، فجأة سارة ولا مش سارة؟ انت اي حاجه من الحاجات كويسه، بس يعني في مواقف حصلت بينا وكده. بعرف، انا بعرفها. بس تقول لك هو يعني خبرني القصه، وفي 3 سنوات من القطيعه بينك وبينه، وهو ابنك الوحيد. واشتغل وشقى وعايش بالغردقه، صار عنده ولدين، وحاسس بعاطفه تجاهك. بقى بعت لك رساله معي. اول شيء قبل ما يحكي وقبل ما حضرتك تحكي، بدي اقرا لك الرساله لو سمحت. تفضل. بيقول لك: والدي الحبيب الغالي عبد المطلب عزت، وحشتني يا أبي، ووحشني وجودك وحنانك. مرت 3 سنوات كاملة قطعتك فيها ظنا مني أنني أعاقبك على ما فعلته معي، ولم أكن أدري أنني أعاقب نفسي.
فأنت في النهاية أبي، وأنا ابنك الذي يحمل اسمك، وألمك هو ألمي، وأنا أخطأت في حقك حين حدث ما حدث. يا أبي الحبيب، حقك علي، أنا حقا آسف، وجئت هنا لكي أعتذر لك أمام الجميع، وأريد منك أن تقدر أنني تعبت جدا حتى كونت نفسي، وتعبت أكثر في عملي حتى أشهد اللحظة التي أكون فيها نفسي، وكان من الصعب أن أجد كل شيء ينهار فجأة. عموما يا أبي أنا آسف، ولن أمشي من هنا إلا وقد سامحتني، وسمحت لي بأن أقبل يدك بعد أن أسمع منك المسامح كريم. هذه رسالة محمد، يعني كاتبها من قلبه أكيد، من عطفه. بتحب تسمعه لمحمد يقول لك شيء، ولا بتحب تقول له شيء أنت مباشرة؟ انا زعلان منه بصراحه. زعلان؟ مش سهل حضرتك ان اسامحه، يعني الغلط اللي عمله. ليش زعلت منه؟ غلط يعني، برضه عيب يعني، ما تعودناش على كده وما تربناش على كده. تطاول عليك؟ ابني طبعا. تطاول عليك؟ طبعا، فطبعا ما ينفعش كده. مهما كان، مهما حصل ومهما كان ما يحصلش الا. شو اللي حصل؟ مزبوط، شو اللي حصل بينك وبينه؟ يعني حضرتك، يعني هو قال اجى رجع من الغردقه وعلى اساس انت عم بتاسس له الشقه وتفرش له اياها عشان يتزوج ويسكن فيها، واذ جيت حضرتك سكنت بهذه الشقه وتزوجت، بقى تفاجأ صار في مشاده بينك وبينه. بس شو اللي حصل على الضبط؟ اللي حصل هو حصل كده، بس يعني هي الامور يعني كانت مساعدة. باي معنى تتطاول عليك؟ يعني برضه يساوي بالكلام ومد ايده كده. مد ايده؟ طبعا ده مش بالسهل حضرتك لا طبعا طبعا طبعا. خلينا نسمعه لمحمد. محمد، يا ريت تطلع بالوالد وتخاطبه، تقول له اللي بقلبك، وليش جيت لهون. انا بقول له سامحني وانا غلطت وحقك عليا وانت عارف انا تعبت قد ايه وشقيت، بس انا ما كانش يجب ان انا اعمل كده، وانا بقول لك حقك عليا، وانا عندي استعداد ابوس رجليك، مش ابوس ايديك، ابوس رجليك قبل ايديك، وسامحني لان انا خلفت وكنت اتمنى ان انت تبقى في وسط عيالي وانا فوق، يعني نرجع تاني نجو الاسري بتاع زمان. وانت بقى طلع فيه. يا أبو محمد، يعني بدك تحكي شيء، هذه مناسبة هون، فرصة انه التقيته، طبعا ابنك الوحيد، قل له اللي بدك تقول له اياه هلا، عاتبه، فرغ اللي بصدرك، وفي هذا الستار بينك وبينه. مش مستعد دلوقتي حضرتك للعتاب يعني. مش مستعد للعتاب دلوقتي يعني. مش مستعد للعتاب؟ مش مستعد اصالحه يعني. مش مستعد تصالحه؟ ليه؟ لان الموقف كان صعب يعني، انا بقى وتجريح وكذا. طيب ليه؟ هلا في احيانا واحد بيكون اسمع عليه الناس. ابو محمد طول بالك، احيانا انسان بيتعرض لاساءه من غريب وبيسامح الغريب. ابنه من لحمه ودمه ما بيسامحه. بس الغريب بتبقى قريبه يعني، انما الابن بيبقى صعب على الواحد طبعا. رجل قدام مراتي والحته وكده، وهل لي طريقه مش كويسه. طيب يا ابو محمد، انت رجل قرارك بيدك، اترك مراتك واترك بناتك. هلا في ابنك انت وياه لوحدكم، بدك تضل مقاطعه؟ بدك تضل غضبان عليه؟ بدك تضل ما تشوفه ولا تشوف اولاده؟ قل لي بصراحه. انا اتمنى اشوف اولاده على طول يعني. نعم. انما هو مش عايز اشوفه. اتمنى اشوف اولاده على طول. مش قاعدين معايا على طول. كيف حتشوف اولاده من دون ما تشوفه هو؟ هو صحيح انه
ما أعز من الولد إلا ولد الولد، بس بيضل الولد عزيز. ولا مش ولدك هو؟ لا ولدي طبعا. مش عارف اقول لحضرتك ايه. والله بدك تقول اللي قلبك بيقول لك. انت رجل بين عليك قلبك كبير، وانت انسان مناضل ومكافح، واشتغلت وعيشت العائله واخذت بالك من الاولاد وكبروا، وبسيطه بيحصل خطا، حصل خطا وخطا شنيع، ضيعت برضه حضرتك عشان حصل خطا وخطا شنيع. انما اعتذر وبكي وقال لك مستعد وقبل رجليك مش بس يديك. هلا بيبقى عندك انت قرار فيها الستار. اذا قلت له انا مسامحك والمسامح كريم، نفتح الستار وبنرجع نفتح صفحه جديده ايضا من العمر. اذا ما بدك انا ما بضغط عليك، بس طالما انه هذه الفرصه وهذا البرنامج عنوانه المسامح كريم، يعني الله اكرم بقى المؤمن بيسامح. يعني لا سمح الله اذا حدا قال لك انه محمد صابه شيء، شو بتعمل؟ لا طبعا حاجه مش هترضيني. حاجه مش هترضيني مهما كان يعني. فاذا انه والله زعلان لانه دفشني وحكى لي وكلمني، راحت مع الماضي هيدي، اغسلها. شو بدك تسامحه ولا لا؟ ماشي يا استاذ جورج. بتسامحه؟ هسامحه طبعا. قل له المسامح كريم وانا سامحتك يا ابني. المسامح كريم وانا سامحتك يا ابني. خلاص. تعال وشي، تعال ابوسك انا. هيدي موقف رجل، معلش. تعال تفضل، قرب لها، قرب. شوف بقى، شوف بقى. موجي وعدت ان شاء الله. موجي عدت. انا بشكركم، انا بشكرك ابو محمد على مجيئك. الله يخليك يا بيه. والله وهذا كمان بادرة مهمة جدا وكبيرة جدا، والله يوفقك وتضل بصحتك. وانا بشكرك محمد على ثقتك فينا، والحمد لله انه نجحنا. يعني غضبان الوالد له حق يغضب، هيدي ما بتحصل. اكرم اباك وامك بقى، بس خلص هلا بفتكر قلبه كبير، وان شاء الله بتقضوا العمر سوا، بتجيب له الاولاد حتى يشوفوا. اوكي ماشي يا استاذ جورج، متشكر لحضرتك، مش هنساك. الله يخليك. على كل حال لولا الدقن شبهك تمام. تفضلوا. الحمد لله انتهينا ب